السني لا ينتسب إلى غير السنة وإلى غير السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، يعني يقول أنا سلفي، فإذا كان كذلك حقا فهذا يعتبر فخرا له وشرفا له، لأنه ينتسب إلى منهج أمر الله عز وجل باتباعه وسلوكه، وهو منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته فإنه سلفي. انتهى من شرح الواسطية. وقال شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه: فالطريق الصحيح للإسلام هي طريقة السلف الذين يعبدون الله على بصيرة، ليس فيها جدل المعتزلة ولا غلو الشيعة والصوفية، بل كتاب وسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. انتهى من تحفة المجيب. وقال الإمام ابن باز رحمة الله عليه: إن السلف هم أهل القرون المفضلة، فمن اكتفى أثرهم وسار على منهجهم فهو سلفي، ومن خالفهم في ذلك فهو من الخلف. انتهى من حاشية الفتوى الحموية لشيخ الإسلام. وقال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، وكان إمام أهل الشام في زمانه: عليك بآثار من سلف، يعني إلزم طريقة الصحابة والتابعين عقيدة ومنهجا، عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها بالقول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. انتهى من ذم الكلام للهروي. وبحمد الله عز وجل فإن كثيرا من الناس قد عرف دعوة أهل السنة. أهل السنة يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، يدعون إلى السنة ويحذرون من البدع والمحدثات، يدعون إلى عقيدة السلف وطريقة السلف، يدعون إلى العناية بالعلم ويحذرون من الجهل، يدعون إلى طاعة ولاة الأمور في غير معصية وينهون عن الخروج عليهم. أهل السنة في العموم يدعون إلى كل خير وينهون عن كل شر، ويدعون إلى كل فضيلة وينهون عن كل رذيلة.